صباح الخير. صباح الخير عليكم جميعا. لو حد كده دخل اللايف يبعت لي يقول لي ان الصوت شغال تمام والصورة تمام. حد دخل اللايف يا جماعة؟ صباح الخير. مين موجود معايا؟ مش شايفة اي تعليقات. يا رب الصوت يكون واضح. هحاول اشوف سماعة. الناس اللي دخلت تكتب لي الصوت كويس ولا ايه؟ اللي دخلوا معانا في اللايف حد يكتب لي الصوت كويس ولا ايه؟ اكتبوا لي يا بنات الصوت كويس ولا ايه؟ كويس تمام. صباح الفل يا شري. عاملين ايه؟ وحشتوني. عاملين ايه؟ وحشتوني. ممكن حد يحط اللينك بتاع اللايف ده على الشات الاخضر، واي حد من المجموعة الشخصية بتاعتي تحطه على الشات بتاعي. ممكن حد يحط اللينك على الشات الاخضر واي حد من المجموعة الشخصية تحطه على الشات بتاعي، الشات الشخصي بتاعي. انتوا كمان وحشتوني قوي. الوقت هنا كان بيمر بسرعة جدا، ما لحقتش اعمل لكم اثناء السيمينار نفسه اي حاجة. ايمان حطي اللينك على الشات. صباح الفل ايمان، حطي اللينك على الشات بتاعي، المجموعة الشخصية. اخباركم ايه؟ انا لسه موجودة في شرم الشيخ. هما البنات اتحركوا، انا راجعة طيران، فانا لسه موجودة شوية، قاعدة شوية في الفندق لغاية ميعاد الطيارة بتاعي. نسيت المايك. لغاية ميعاد الطيارة بتاعي لسه قاعدة شوية. تمام. عملتوا ايه في اليومين دول يا خلاصيص؟ وحشتوني.
انا عايزه اكلمكم كده عن حاجتين مهمين النهارده. يمكن انا ما طلعتلكوش لايف اليومين اللي فاتوا ولا اي حاجه، بس كنتوا بتشوفوا التكريمات ولايف تكريمات البنات اللي معانا في الفريق اللي كانوا حاضرين معانا المانجر سيمينار، وطبعا كنتوا بتشوفوا اللايفات بتاعتهم. وانا كنت نقله لكم كل التكريمات اللي حصلت امبارح في البيزنس دي، هتلاقوها على الصفحه بتاعتي، وهحط برضو اللينك بتاعها هنا على كومنتات البوست ده. هثبتها كده في اول كومنت. تمام، يلا خلي الناس تتجمع يا ايمان، عايزين نتكلم في شويه كلام مهم. يمكن انا من سنه طلعت، كان مش فاكره كان غردقه ولا شرم برضو، وكان مانجر سيمينار، وكان معانا عدد بنات، كنا 4، كنت انا ودايركتور امينه ودايركتور ايريني ومانجر ماجي. المره دي كان طالع معانا مجموعه حلوه من البنات، من بنات مانجر امينه وسوري دايركتور امينه ودايركتور إيريني. ودي أول حاجة أنا عايزة أتكلم فيها النهاردة، عشان الناس اللي كانوا بيشوفونا قبل كده وبيقولوا إن السيمينارات دي لأشخاص معينة. أنا كمان كان معايا بنتين المفروض طالعين بس اعتذروا عن المانجر سيمينار. كان في ناس بتقول إن السفريات دي لأشخاص معينين والناس معينين، وحكر على بعض الأشخاص، والنجاح في أوريفليم حكر على بعض الأشخاص. السيمينار ده يثبت ان الكلام ده مش صحيح تماما، وان المرة دي احنا طالعين ببناتنا. مع الوقت خلال السنة كل واحدة قدرت تجمع عدد كبير من البنات اللي يحققوا معاها مستويات. وطبعا انتوا عارفين ان السيمينار ده انت بتطلعيه من اول 12%، فده معناه ايه؟ معناه ان انت مش حكر ابدا السفر على شخص معين او على مجموعة من الاشخاص. بالعكس، انا كدايركتور لو ما طلعتش ناس جديدة تحتي، يعني المانجر سيمينار ده انا بطلعه على الاشخاص الاول، بطلعه على مستوى 12 او مستوى 15 حسب المستوى بتاعي اللي هعد بيه، وهشرح لكم ده. وكمان لو انت بقى دايركتور لازم عشان كل مرة تطلعي لازم تطلعي ناس تحتيكي عشان انت تطلعي، فدي حاجة حلوة جدا. ده معناه ان السفر مش لاشخاص معينة. بالعكس، انا لو ما طلعتش البنات الصغيرين مش هطلع المانجر سيمينار. تمام؟ فدي حاجة بتبين ان اوريفليم هي شركة فير جدا، وبتدي لكل شخص بيعمل مجهود تديله حقه، مش حد بس اللي بيطلع. يعني انا كان طالع معايا بنتين بس هم اعتذروا، لكن هم لو انا ما كنتش اهلتهم ما كانوش هيطلعوا، ما كنتش انا سوري هطلع. فهمتوا قصدي ازاي؟ الاول عايزه اخليكم تبصوا كده معايا جوله سريعه على الفندق. استنوا ثواني اقلب لكم الكاميرا. دي حته صغيره كده من اللوبي، حته صغيره من اللوبي. مش عايزين نصور حد عشان قاعد جنبي اجانب، مش عايزه اضايق حد. ماشي، المكان تحفه 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 التحفه. طبعا البنات كمان نقلوا لكم حاجات كتير، والطبيعه بره تحفه جدا، حلوه قوي 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 قوي. يبقى احنا اتفقنا دلوقتي ان السفر في اوريفليم بدايه من مستوى 12% اللي هو 2400 نقطه، ومش حكر ابدا على الاشخاص المعينه او الناس الدايركتور. بالعكس، الدايركتور بيطلع اول مره على المستوى بتاعه، وبعد كده بيطلع على الناس اللي بيأهلها، يعني الناس اللي تحتيه اللي بيطلعوا. فالشركه بتكافئنا وبتطلعنا احنا كمان، وانا لو ما طلعتش ناس تحتي مش هطلع. طيب تعالوا بقى نتكلم في نقطه تانية برضو مهمه جدا. تمام؟ شفنا حجم الاحتفال وشكل القاعه، والبنات نقلوا لكم حجم المكان والفندق. وانا عايزاكم انتوا تخرجوا من اللايف ده تعملوا سيرش على
فندق سافوي شرم الشيخ. شوفوا الليلة بالفطار بس كام. احنا سألنا قالوا لنا الليلة بالفطار 4800. احنا قاعدين يعني ليلتين، 3 ايام بليلتين، فطار غدا عشاء، وعددنا كان كبير جدا جدا. وشوفنا حجم القاعة اللي تم فيها البيزنس داي امبارح، والاحتفال بالناس اللي كانت اتكرمت امبارح، وقد ايه عدد مهول من الاشخاص كانوا حاضرين المانجر سيمينار. انا بقى دلوقتي سؤالي موجه للناس اللي هي لسه ما عملتش عضويه في اوريفليم، لسه ما دخلتش البيزنس، لسه ما بدأتش، وقلقانه وخايفه وبتسأل نفسها هو ده حقيقي. والناس اللي في الاعلانات بتسألنا بتقول لنا لو كان شغل غير اوريفليم ابعتيلي. انا دلوقتي بسألك سؤال، لو الشركة اللي احنا شغالين فيها، اللي احنا بنعمل لك دعوة للاشتراك فيها ودعوة لانك تبتدي البيزنس بتاعك، وفرصة حلوة جدا وبنفتح لك فيها باب رزق قوي جدا جدا جدا، لو الشركة دي اي كلام، والشركة دي مفيش حد بينجح فيها ومفيش حد بيكسب فيها، واحنا اتفقنا ان الناس اللي موجودة في المانجر سيمينار هم مستويات كلها جديدة، يعني كل مانجر سيمينار بيبقوا اشخاص جداد، مستويات جديدة. تمام؟ طيب لو الشركة دي مش كبيرة، مش عملاقة، مش بيزنس حقيقي، مش شركة قوية، مش شركة حقيقية، شغل مش حقيقي، شغل مش بيكسب، شغل اي كلام، لو كل ده حاصل كنت هتشوفي حجم الاحتفال ده وحجم الصرح ده. على فكرة المانجر سيمينار ده بيتم مرتين في السنة، مرتين في السنة مانجر سيمينار. غير كمان في حاجة اسمها دايركتور سيمينار، ده بالنسبة للحاجات اللي جوه مصر، غير الاجتماع الربع سنوي اللي بيتم 4 مرات في السنة. يعني انت عندك الايفنتات بتاعت اوريفليم 4 اجتماعات ربع سنوي بيتموا في السنة، عندك 2 مانجر سيمينار بيتموا في خلال السنة، عندك 1 دايركتور سيمينار بيتم برضو خلال السنة. تمام؟ لو كل ده لسه جوه مصر، انا ما كلمتش لسه برا مصر. لو الشركة مش قوية وعريقة ومتينة ودولية وعالمية وليها وزنها وشركة حقيقية، وفي كل الأزمات وفي كل سواء مادية أو سياسية، وفي كل الظروف مفيش جنيه بيتأخر على الموظفين أو الأعضاء بتاعتها في القبض. احنا يوم 4-5 بالكتير المكافآت بتاعتنا بتكون نزلت في الأكاونتات بتاعتنا. لو الشركة دي مش حقيقية، لو الشغل ده مش نجاح حقيقي، لو هو مش بيزنس حقيقي، هو عشان بيزنس من البيت انت فاكراه اي كلام، لا، ده بيزنس قوي جدا جدا، وفرصة قوية لو انت فعلا شاطرة هتعرفي ان انت تقتنصيها. فرصة حلوة قوي متقدمالك لو انت ست عندك استعداد ان انت تغيري حياتك وتلتزمي وتكوني حد مختلف، وتبدلي الحياة اللي هي ملهاش اي هدف ولا اي معنى، وطول النهار قاعدين على التلفزيون، طول النهار قاعدين على التليفونات، طول النهار بنرغي وننزل نروح ونيجي وكل الحاجات دي من غير اي موجود. اجي اخده من ريسبشن، شكرا. لو كل ده مش حقيقي، يعني لو انت بجد حد مش ناصح مش هتعرفي تستغلي الفرصة دي، مش هتعرفي تستغلي الفرصة دي. يبقى انا هنا بتكلم في ايه؟ بتكلم في ان دي فرصة حقيقية لأي ست نفسها فعلا تغير حياتها وتشتغل بقى ليها دخل مادي وتحصل على حرية مالية. واحنا دلوقتي شايفين الأوضاع، كلنا محتاجين ان احنا
عارفين الاوضاع دلوقتي وكلنا محتاجين قد ايه ان احنا نحسن من وضعنا المادي. دي فرصتك النهارده ان انت تبدأي وان انت تنضمي لفريق قوي هيعرف يعلمك ويساعدك ازاي تنجحي. ودي فرصة قوية جدا 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 لو انت حد جاد ومستعد. انا النهاردة جاوبتك على سؤالين مهمين: هل الشركة حقيقية؟ حقيقية، وانت شايفة حجم الاحتفال والايفنت اللي احنا فيه. وهل الفرصة متاحة للجميع؟ متاحة للجميع، وتقدري تكوني معانا وتقدري تسبقي كمان اللي دخلوا قبلك. على فكرة فرصتك، راجعي حساباتك. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، بحبكم جدا واتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. باي باي.